بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع البسبوسة ناجحة. صورة تعبر عن نفسها. فيلا نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. إذا في البداية نبداو بالشربات. نحط 5 كيسان ماء و2 كيسان ونص سكر، نحطهم فوق النار. كي تغلي نقص النار ونخليها 10 دقائق ونطفي عليها ونخليها تبرد. قبل ما نبدا العمل تاعي نشعل الفرن وندهن الصينيه تاعي ونروح نحضر الوصفه. نحط 4 بيض وقرصه ملح ونخلط، ونزيد كاس سكر ونخلط البيض بحراره الغرفه. نزيد كاس زيت، نخلط المقادير. نزيد كاس حليب، نخلط، ومغرف صغيره فاني. ولا عندك قشور الليمون حطي قشور الليمون. انا عندي بصح راه في المجمد ما حطيتش قشور الليمون. ونزيد 3 كيسان سميد رطب، نستعمل السميد الرطب ماشي المتوسط، والوصفه ناجحه. ونزيد 2 خميره كيميائيه، ونخلط كل هذه المقادير جيدا من اسفل الى الاعلى. نمزجهم ونحطهم في الصينيه اللي هي 30 على 35. الصينيه تاعي 35 سنتيمتر. نفرغ كل البسبوسه ونحاول نسوي السطح، ثم نخبط على السطح بهذه الطريقه وندخلها للفرن على 180 درجه مده 20 دقيقه. كي طيب من التحت نشعلها من الفوق تتحمر ونخرجها. تكون البسبوسه سخونه والشربات بارد. نفرغ الشربات على البسبوسه وهي راهي تشرب كما رانا نشوفوا. نفرغ كامل الكميه، فقط نخلي قد كاس، يعني استعملت 5 كيسان. فكاين السميد اللي يشرب، وبالتالي كي نبغي نقدمها الى صرتها لقيتها ناشفه نزيد نفرغ عليها شويه شربات وندهن السطح بالمربى كما رانا نشوفوا كامل السطح. ثم نزينها بالشي اللي عندي، نواه كوكو، كاوكاو، مطحون، إيفيلي، اي شيء عندي نرشه من الفوق. وراهي الوصفه تاعي واجده سهله بسيطه، اي بنت تحب تتعلم تقدر تحضرها. فإن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، وبالصحة والراحة، وشهيتكم في الجنة، وإلى اللقاء.